بقى لثالث نوع عندي اللي هو نظام الصحاري الحارة. طب في الأول يعني إيه صحراء؟ قال لك الصحراء هي منطقة تتسم بنقص أو ندرة الأمطار والنبات الطبيعي والحيوان والإنسان وفقر التربة. المنطقة دي بقى تمثل حوالي ثلث مساحة اليابس. خلي بالك يابس الكرة الأرضية الصحاري اللي هي موجودة في اليابس ده حوالي 33% اللي هي نسبة الثلث. قال لك بقى الصحاري دي تتنوع، عندي كام نوع؟ عندي صحاري حارة وعندي صحاري معتدلة واخيرا الصحاري القطبية اللي هي منطقة حارة ومعتدلة وباردة. وقال لك بقى تتسم هذه الصحاري بايه؟ قال لك تتسم بالجفاف وقلة الامطار وارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي، اللي هو الفرق ما بين درجات الحراره الليل والنهار اللي هو اليومي، اما بقى السنوي اللي هو اعلى درجه حراره في الصيف واقل درجه حراره في فصل الشتاء. وقال لك برغم الظروف القاسية دي في هذا النظام إلا أنه توجد بعض النباتات والحيوانات القادرة على التكيف في هذا النظام. وطبعا ده بيدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلق بعض الحيوانات والنباتات اللي هي قادرة انها تتكيف في هذا النظام. نيجي بقى للموقع الفلكي والجغرافي. قال لك تقع الصحاري الحارة الإفريقية بين دائرتي عرض اللي هم 18 إلى 30 شمالا وجنوب دائرة الاستواء، ده بالنسبة للموقع الفلكي. أما الموقع الجغرافي قال لك بتقع فيه 3 مناطق اللي هي الصحراء الكبرى وصحراء كالهاري وناميبيا. بالنسبة للصحراء الكبرى دي موجودة في شمال قارة إفريقيا وتعد أكبر الصحاري الحارة في العالم. أما بقى بالنسبة للجنوب عندي صحراء كالهاري وعندي صحراء ناميبيا.